ازيكم؟ شايفين الجمال؟ هعمل معاكم النهاردة فطيرة خطيرة وسهلة جدا، تنفع للغدا او للعشاء لوقت مش عايزة فيه تطبخي، او حتى لو زهقانة من الاكل التقليدي وولادك هيتجننوا عليها لانها حلوة جدا. وهقولك كمان على كل التركات اللي تخليها تطلع معاكي طرية جدا وطعمها حلو وناجحة من اول استخدام. بس تابعي معايا الفيديو للنهاية، في كام تركة كده لازم تشوفيهم. ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وهدخل معاكم بقى في الطريقة على طول، بس لازم اوريكي كام لقطة كده للفطيرة الخطيرة بتاعتنا عشان تعرفي قد ايه هي طرية، ولما تجربيها هتلاقيها ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل جدا بالرغم من بساطة المكونات اللي هنعملها بيها. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق، وده كافي لفطيره حجم كبير. الصينيه اللي انا كنت عامله فيها الفطيره يعني قد صينيتين متوسطين، يعني اكبر من الصواني العاديه بتاعتنا. المهم حطيت نص كيلو من الدقيق السايب العادي، حطيت عليه كيس كده من الخميره الفوريه، وتاكدي من تاريخ الصلاحيه اللي بيبقى موجود على الكيس من ورا. حطيت معلقه كبيره من السكر، ونص معلقه كبيره مش مليانه قوي من الملح، وحطيت نص فنجان من الزيت بتاع الاكل العادي جدا، او لو عايزه تحطي زيت زيتون برضو هتبقى حلوه جدا. بعد ما حطيت الزيت هبتدي ادي تقليبه كده للمكونات اللي عندي كلها كده مع بعض عشان الزيت بس يختلط بالدقيق والمكونات اللي انا حطيتها. هكون مجهزه عندي لبن، او لو عندك لبن قاطع زي ما تحبي ممكن تستخدمي ميه يعني، بس هي اللبن بيدي طعم حلو جدا للفطيره نفسها، للعجينه بتاعتنا. المهم ان اللبن اللي انا حطيته ده يكون دافي، مش عايزاه سخن عشان ما يقتلش الخميره بتاعتي، ومش عايزاه بارد عشان يسرع معايا عملية التخمير بتاعتي. المهم ان النص كيلو من الدقيق بتاخد من كوباية لكوباية وربع من السوائل. بتعرفي منين؟ نزلت انا الاول بكوباية كده من اللبن، وخليت معايا ربع كوباية على جنب، بقلب الاول بالمعلقة كده، وبناء عليه بيبان اذا كان الدقيق عندي او العجينة بتاعتي محتاجة كمية تانية من السوائل. انا حطيت في المجمل يعني كوباية وربع من اللبن، او هتحطي مية، او زي ما قلتلك اللبن القاطع. انا لو كان عندي لبن قاطع كنت عملتها لكم بيها، حقيقي بتبقى خطيره، بتبقى طريه جدا ولو انها هي اساسا طريه، بس عامه اللبن القاطع بيدي طراوه حلوه قوي للعجينه بتاعتي. المهم هبتدي اقلب كويس جدا بايدي، وبعدين لازم اعجنها على الرخامه، او لو عندك عجان، بس هي مش محتاجه عجان يعني. هنعجنها دقيقتين 3 كده على الرخامه. وتعرفي منين ان ده القوام العجينه اللي احنا عاوزينه؟ عايزه عجينه طريه جدا بس تكون مش بتلزق زي ما هوريها لك دلوقتي. لازم اعجنها كويس جدا عشان بس يكون العجينة ملمسها ناعم، وكمان انشط الجلوتين اللي فيها بحيث لما اجي افردها ما تكونش بتقاومني، وتكون العجينة واخدة العجن بتاعها المظبوط، او مخدومة مظبوط يعني في العجن بتاعها. تمام كده، زي ما انت شايفه العجينه طريه جدا مش بتلزق، وانا عجنتها حوالي دقيقتين 3 بالكتير قوي، ما خدتش اكتر من كده. هبتدي احطها في الطبق بتاعي اللي انا كنت بعجن فيه، وهغطيها واسيبها لحد اما حجمها يتضاعف. ضروري جدا انها تخمر كويس جدا عشان تكون سهله الفرد بعد كده. جبت بقى الطاسه بتاعتي، هبتدي اعمل الحشو بتاعي، وهقول لك على كام فكره كده لحشوات مختلفه لو انت مش عايزه تعملي الحشو اللي انا هعمله ده. المهم ان انا جبت طاسه على النار، حطيت فيها شويه كده من الزيت، قطعت بصلتين متوسطين الحجم، ولو عندك بصل ابيض بيكون حلو جدا اكتر من البصل الاحمر. وبعدين هديله تقليبة كده الأول على النار. عايزة البصل بتاعي يدبل قبل ما ابتدي أنزل باقي المكونات بتاعتي، وهديله عشان أساعده إن هو يدبل وياخد تشويحة كده، هديله رشة كده من الملح. أنا حطيت حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وهبتدي أقلب كويس جدا يعني لمدة دقيقتين 3، ياخد بس تشويحة وينزل المية بتاعته، وبعدين يشربها تاني ويبتدي يطرى، عشان أنا الحشو بتاعي مش عايزة فيه أي نسبة من السوائل، عشان كده أنا نزلت بالبصل الأول. تمام كده، بعد حوالي دقيقتين من التقليب وخلاص نزل المية اللي فيه وشربها. هبتدي اوسع مكان كده في الطاسة بتاعتي، وانا كان عندي حوالي 5 قطع كده من البانيه العادي، وقطعته رفيع جدا وصغير قوي على قد ما اقدر. الكمية دي كانت حوالي 300 350 جرام يعني، مش اكتر من كده.
مش محتاجين اكتر من كده. الحشوة هتفيض يعني هتكفيني وهتفيض كمان، هي ما بتحتاجش كمية كبيرة من الحشو. المهم نزلت بيه الفراخ زي ما انتي شفتي كده في المكان الفاضي، ما قلبتهاش خالص لحد ما حسيت ان الفراخ خدت لون معايا، وبعدين ابتديت اقلبها عشان خاطر ما تنزلش الميه بتاعتها. هبتدي احط بقى نص معلقه صغيره مش مليانه من الفلفل الاسود، وزيها من الثوم البودره، وزيها من الزعتر بيبقى حلو جدا مع الفراخ، وزيها من الروزماري. يعني انا حطيت نص معلقه زعتر وفلفل اسود وروزماري وتوم بودره، وهبتدي اقلب المكونات دي كلها على بعض. ومش هحط ملح لان انا في الاول كنت حاطه ملح، وفي حاجات كمان هحطها فيها نسبه ملح عاليه عشان الخليط معايا او الحشو بتاعي ما يحدقش يعني. ابتديت اقلب كويس جدا. خلاص في المرحله دي البصل اتكرمل والفراخ معايا استوت. طلعت الخليط على جنب وسبته يبرد، ضروري يبرد، انا مش عايزاه سخن. ان ابتديت انزل بقى عندي اي حاجه انت عايزه تحطيها. كان عندي كده شويه من الجبنه الرومي قطعتهم صغير، شويه من الفلفل الاحمر، وشويه من الفلفل الاخضر. وانا بحط المكونات ديت على الخليط بتاعي بعد ما يكون برد، عشان انا مش عايزه الفلفل يستوي او واجي ادخله الفرن بعد كده يتهري او يختفي خالص. لا، عايزه يفضل طعمه ولونه لغايه اخر فتره يكون موجود يعني. جربوا الميكس ده مع بعض، حلو جدا وبيرمي معاكي كميه كبيره. المهم العجينه بتاعتي كانت اختمرت واتضاعف حجمها. هبتدي دلوقتي اشكلها. عايزه اقولك على حاجه مهمه، الصينيه اللي انا هستخدمها دي صينيه اكبر من الصواني العاديه اللي موجوده عندنا. يعني دي انا كنت شاريها لوحدها، فهي حجمها كبير قد حجم صينيتين متوسطين مثلا. فانتي ممكن تقسطي العجينه على 4 كور وتعملي زي ما انا هعمل دلوقتي، بس على صينيتين. لو عندك صواني متوسطه او لو عندك صينيه كبيره زي اللي انا هستخدمها، تقدري تعملي زي ما انا بعمل بالظبط. المهم ان انا قسطت العجينه بتاعتي على جزئين، جزء اكبر من جزء، يعني في جزء كبير شويه عن جزء. جبت الصينيه بتاعتي حطيت فيها شويه كده من الزيت، ولازم اغلفها كويس جدا عشان ما تلزقش معايا، وكمان تديني اللون الحلو اللي انت هتشوفيه دلوقتي. رشيت شوية كده من الدقيق على الرخامة بتاعتي، وخدت الجزء الأكبر من العجينة وهبتدي أفردها كويس جدا. هفردها قد إيه؟ عايزاها تكون أكبر من الصينية اللي أنا هحطها فيها، مثلا بعقلة صباع كده ولا حاجة، وهقولك ليه دلوقتي. وهوريكي كمان سمك العجينة اللي أنا عاوزاه. هو ده السمك اللي انا عاوزاه. تبان لك رفيعه شويه، بس هي لما بتدخل الفرن حجمها بيزيد شويه، فعشان ما تبقاش كلها عجين. المهم حطيتها في قلب الصينيه بتاعتي، وبطرفها كده على جوانب الصينيه زي ما انت شايفه. الفكرة دي كويسة جدا عشان خاطر بعد كده الحشو ما يخرجش معاكي من الفطيرة بتاعتك. المهم ان انا سويتها كويس جدا في الصينية، وبشوكة كده لازم اديلها تخريمات عشان خاطر ما تنفخش معايا قوي لما تيجي تدخل الفرن. وهبتدي احط الحشو بتاعي وافرده كويس جدا في الصينية. وفي الوقت ده انا عايزة اقولك ان انا كنت مشغلة الفرن يسخن كويس جدا. يعني اول لما ابتديت تشكيل في الفطيرة بتاعتي شغلت الفرن على درجة حرارة متوسطة، عشان لازم الفرن يكون سخن كويس قوي. المهم حطيت كمية كده من الحشو، وفاض معايا كمان كمية تانية من الحشو، يعني يعملوا مثلا صينية صغيرة، بالرغم ان احنا حاطين حوالي 300 جرام او 350 جرام بس من الفراخ. المهم بعد ما فردتها كويس جدا زي ما انت شايفة، خدت بقى الجزء الاصغر من العجينة وهبتدي افرده كويس جدا، وبفرده بسمك ارفع شوية من السمك بتاع القاعدة اللي احنا حطيناها في الصينية. هوريكي برضو السمك، وبعملها على فكرة نفس حجم الصينية، مش اكبر ولا حاجة. اتاكد بس ان هي تكون نفس الحجم، وده بيكون السمك بتاعها بتكون ارفع شويه من السمك الاولاني اللي احنا عملناه. وبعدين بحطه على الصينيه، وباخد بعد ما بفرده كويس في الصينيه باخد الطرف اللي هو كان زياده، اللي انا قلتلك عملناه على جناب الصينيه، الطرف من تحت مع الطرف من فوق، وبقفل كويس جدا عشان الفطيره معاكي ما تتفتحش. هي سهلة قوي وبسيطة، ولما انتي تعمليها بايدك هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. والعجينة ريحتها حلوة قوي وخطيرة، وبتطلع كمان معاكي من الفرن طرية جدا. اثناء بقى ما انا بقفل الحواف بتاعة الصينية كده، هقولك على كام حشوة تعمليها وبتطلع معاكي حلوة جدا. ممكن تعملي ميكس جبن، ممكن تعملي يعني جبنة رومي على جبنة موتزاريلا مع فلفل الوان،
وتستخدميها كحشوة من غير لحوم خالص، هتبقى حلوة جدا. وممكن تعملي بالعصاج ربع كيلو كده من اللحمة المفرومة، وتعمليه في الحشوة في النص برضو بتبقى حلوة جدا. وممكن تعمليه بسطرمة وميكس جبن برضو بتبقى خطيرة. ممكن تعملي حشوة الفراخ اللي احنا عملناها دي برضو بتكون حلوة جدا. بعد ما قفلت الجناب كويس قوي زي ما انت شايفة، واتأكدت ان هي مقفولة عشان ما تفتحش معاكي لما تدخل الفرن، بشوكة كده وعملت لها كمان فتحات كده من فوق برضو عشان ما تنفخش معاكي قوي في الفرن، يبقى في مكان كده البخار كمان يطلع منه. دلوقتي بقى هدخلها فرن يكون سخن جدا في الرف اللي في النص، درجة حرارة فوق المتوسط. بتاخد من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، ما بتاخدش اكتر من كده. بتلاقيها خدت لون بسيط كده من فوق، ومن تحت خدت اللون الذهبي، وسابت الحواف بتاعة الصينية. ولما تهز الصينية كده هتلاقيها يعني صوت القرمشة بتاعها تحت او الحركة بتاعتها تحت بتبين ان هي استوت. طلعتها زي ما انت شفتي كده وقلبتها على صينية، خليت الجزء اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ودلوقتي بقى عندي شوية كده من الكاتشب، هدهن الوش بتاعها، ولو انها مش محتاجة بس ممكن تعملي زي ما انا عملت كده، او ممكن تسيبيها زي ما هي وتحطي كده شوية من الجبنة الموتزاريلا على الوش، وتساوي الجبنة الموتزاريلا كويس عشان لما تسيح تديك اللون الحلو والمطة الحلوة اللي انت هتشوفيها. بدخلها تحت الشواية بس ما تعليش الشواية قوي عشان تديكي اللون الحلو وما تتحرقش معاكي. وكمان بيكون الفرن طبعا سخن من تحت، بتاخد كمان لون بسيط عشان ما تبقاش معاكي ناشفة او ما تنشفش منك. وبتطلع معاكي يعني بعد حوالي دقيقتين 3 دقايق كده تحت الشواية بتطلع معاكي باللون الخطير ده وبالشكل التحفة ده. عايزه اقولك ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وزي ما قلتلك كل الحشوات تنفع معاها لان العجينه نفسها طعمها حلو، ريحتها كمان حلوه وكمان طريه جدا. ولادك هيفرحوا بيها قوي. وزي ما قلتلك لو عندك ضيوف وعايزه تعملي حاجه سريعه كده ومش مكلفه قوي وفي نفس الوقت مشبعه جدا، يعني القطعه الواحده منها بتشبع جدا. وكمان حجمها كبير، لو انتوا عيلة يعني مش هتحتاجي تعملي اكتر من الكمية اللي انا عملتها معاكي دي. حاجة أخيرة بقى قبل ما أختم، بالنسبة لنوع الجبنة عشان لو حد سألني عليه، أنا بستخدم جبنة يونيفرسال متوفرة جدا، وطعم الجبنة حلو جدا يعني بخلاف المطة، يعني هي مطتها حلوة وكمان طعم الجبنة حلو قوي. أنا جربت يعتبر أغلب أنواع الجبنة الموتزاريلا، ودي أحلى نوع أنا جربته لأنها زي ما قلت لكم مطتها عالية وكمان طعمها حلو وسعرها مناسب. ان شاء الله الطريقه تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه وتكون الفكره حلوه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.